بالله توا نحب نقول لكم سؤال لله في سبيل الله. علاش يقولوا منذ تقريبا 30 سنة يحبوا يعملوا وحدة المغرب العربي؟ علاش ما قالوش وحدة تونس العربي، أو وحدة الجزائر العربي، أو وحدة ليبيا العربي، أو وحدة موريتانيا العربي؟ علاش قالوا المغرب العربي؟ مغارب الأرض؟ لا، لأنه المغرب أو الإمبراطورية المغربية كانت الأراضي متاعها تمتد إلى مدينة بنزرت بتونس، من طنجة مرورا بالقويرة، مرورا بحديقة الحيوانات، وصولا إلى مدينة بنزرت في شمال تونس، ومن الجهة الأخرى نهر السنغال. هذه هي الإمبراطورية المغربية اللي عمرها 1200 سنة، 12 قرن. 12 قرن. وفي سنة 1777 الملك محمد الثالث، محمد تروا، الله يرحمه وينعمه، اوكي، جد محمد سيس طبعا، الملك 1777 الملك محمد الثالث هو الذي اعترف بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية جت بعد الإمبراطورية المغربية، واضح؟ وتركيا جت بعد، والدولة العثمانية بعد الإمبراطورية المغربية. إذن المرجع ليس سفارة الولايات المتحدة الأمريكية شنو قالت، ولا الحكومة الأمريكية أو البيت الأبيض أو جو سي با كوا. بين قوسين البيت الأبيض راهو استشاروا محمد الثالث، الملك محمد الثالث في سنة 1777 على البيت الأبيض، واضح؟ اللي هي اسمها شنية تو كي تقول البيت الأبيض ايش تقول؟ تقول مشتقة من الدار البيضاء، كازابلانكا. هذيك الدار البيضاء هو قال ما ياخذوا بيت أبيض، مش لا ميزون، يعني يسموها لا ميزون بلانش، لا بيت، سبا لا ميم شوز. المصدر ماخذينه الامريكان من شكون؟ من محمد الثالث ملك الامبراطوريه المغربيه العظمى، تاكدوا من ذلك. لذلك الامبراطوريه العثمانيه الفاجره لم يتسنى لها دخول شبر في اراضي الامبراطوريه المغربيه. لماذا؟ فيها رجال عاهدوا الله ورسوله وملكهم للدفاع عن ارضهم وعرضهم، واضح؟ بالرغم من ان الدوله العثمانيه، واضح، جابت مرتزقة من السنغال ومن افريقيا السوداء ومن الجزائر، ما كانش اسمها الجزائر وقت، اوكي، كانت اسمها المغرب الاوسط، اوكي، ومن تونس اللحاسة بتاع الدولة العثمانية، جاوا الكل جابتهم يحاربوا على الحدود مع الامبراطورية المغربية، وكانت حرب ضروس، اقسم بالله حرب ضروس، اقروا التاريخ، حرب ضروس، حتى اللي طلعوا يجرون أذيال الخيبة، هذوما المرتزقة اللي يحاولوا يعاونوا ويساعدوا الدولة العثمانية باش تحتل الإمبراطورية المغربية، ولم يفلحوا في ذلك. والله العظيم يا شمال إفريقيا، والله العظيم يا شمال إفريقيا، لو لم تكن جيوش الإمبراطورية المغربية التي صدت الصليبيين والإسبان والبرتغي يعني والصليبيين الكل اللي حبوا يدخلوا مغادي على سبتة ومليلة، وضحت بسبتة ومليلة باش تحميكم، ضحت بسبتة ومليلة باش تحميكم يا بهائم.